القشرة مشكلة ليها حل علمي. النهاردة هنتكلم عن ازاي فيشي ديركوس بيقضي عليها. بصراحة الصورة بتتكلم لوحدها. الفرق بين فروة راس فيها قشرة والتانية الصحية واضح جدا. كتير بيفتكروا القشرة مجرد جفاف، بس الحقيقة إنها خلل في توازن فروة الراس نفسها. الخلل ده بيخلي فطر اسمه مالاسيزيا يكتر قوي، وهو ده السبب الأساسي للقشرة. وهنا بقى بيجي دور فيشي ديركوس، الحل اللي دكاترة الجلدية نفسهم بينصحوا بيه. طيب، إيه اللي بيخلي فيشي ديركوس مميز كده؟ السر كله في تركيبته الفعالة. أول حاجة مادة السيلينيوم دي اس دي مهمتها ترجع التوازن وتحارب الفطر المسبب للقشرة. ومعاه كمان حمض الساليسيليك، وده بقى بيقشر ويزيل القشرة اللي احنا شايفينها. يعني الاتنين بيكملوا بعض، واحد بيعالج السبب من جذوره والتاني بينظف الأعراض. وطبعا مش كلنا فروة راسنا زي بعض، عشان كده فيشي ديركوس عملت تركيبات مختلفة. يعني في نوع للشعر العادي للدهني، ونوع مخصوص للشعر الجاف، وتالت للفروة الحساسة. تمام، عرفنا الأنواع. بس عشان ناخد أحسن نتيجة لازم نركز في طريقة الاستخدام. الطريقة سهلة، على شعر مبلول يتدلك كويس ونسيبه دقيقتين بس وبعدين نشطفها. الاستخدام بيكون على مرحلتين، مرحلة علاج ومرحلة تانية عشان نضمن إن القشرة ما ترجعش. ونيجي بقى لأهم سؤال، النتائج شكلها إيه وبنشوفها إمتى؟ تخيلوا بيقضي على 100% من القشرة الزهرة من أول كم مرة استخدام. والأحلى كمان إن المفعول بيمنع القشرة ترجع تاني لمدة 6 أسابيع كاملة. والكلام ده مش أي كلام، دي نتائج متقاسة بطرق طبية دقيقة جدا. يعني الخلاصة إيه؟ إن صحة الشعر بتبدأ من فروة راس صحية. وده يخلينا نسأل، هل إحنا بنهتم بفروة راسنا كفاية؟ لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير.